اللهم إن أحسنا فتقبل منا، وإن أسأنا فتجاوز عنا، وإن نسينا فذكرنا، وإن أعرضنا فأرسل لنا من أحبابك من بلطف يأخذ بأيدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل بقى النهاردة طبق رز بلبن جميل جدا، وبالطريقة الجميلة اللي احنا بناكله في المحلات بره، اللي هو بالوش المكرمش الجميل اللي بتبقى كلنا بننبهر بيه كده لما ناكله. هقول لكم الطريقة السهلة البسيطة وخطوات سهلة جدا مع بعض. اول حاجة طبعا غسلنا الرز بتاعنا كويس جدا، وضفنا مية على النار تسخن، وصفينا الرز وضفناه على المية. مقدار المية ده برضو حوالي كوبايتين مية او 3 كوبايات مية، ان هما يسوولي الرز بتاعي كويس. انا طبعا كنت بسوي رز بلبن، كنت بسويه في اللبن بس، ما كنتش بضيف عليه مية خالص، ظل طبعا الغلاء اللي احنا فيه، فقلت اوفر لكم شوية وسهل عليكم شوية، لان بياخد بصراحة كمية لبن كتيرة. كوباية الواحدة بتاخد حوالي كيلو لبن، فانا قلت ابسط عليكم الامور شوية، وحاول نسويه الاول في مية عشان ما ياخدش لبن مني كتير واوفر لكم يعني. هنا بقى هنقلب الرز في المية بتاعتنا لحد ما يدخل على السوا، وطبعا هتفضلي جنبه كل شوية تقلبي فيه عشان خاطر الرز ما يكلكعش. هنا الرز بدأ يتشرب المية شوية ويدخل على السوا، برضو هقلب فيه طول ما انا واقفة كده، وهشوفه قرب يستوي ولا لسه. لازم اخلي الرز يشرب كل كمية المية اللي انا ضفتها، علشان لما اجي اضيف اللبن ما يبقاش اللبن بتاعي خفيف كده وملهوش طعم. وهنا الرز استوى وشرب كل كمية المية، هبدأ اضيف له اللبن بتاعنا كده واحدة واحدة. طبعا دول كوبايتين رز انا ضفت لهم، ضيفي كيلو لبن بس، ماشي براحتك برضو هيبقى كويس عشان خاطر احنا مسوين الرز بتاعنا. بعد ما ضفت كمية اللبن هضيف كان عندي طبعا قشطة بتاعت اللبن، لو موجودة عندك ضيفيها، بتدي طعم جميل جدا للبن، وبتعمل وش جميل قوي كده للرز، وبتخليه جميل ودسم. دي القشطة بتاعت اللبن. هنضيف بقى حاجة برضو جميلة جدا بتديني طعم جميل وبتديني قوام جميل للرز بلبن، وهي ايه؟ الكريم شانتيه. كريم شانتيه طبعا هندوبه الاول في شوية لبن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، حوالي معلقتين كبار من الكريم شانتيه او كيس كريم شانتيه. ضفت عليه شوية لبن وهبدأ هدوبه كده باللبن زي ما انتوا شايفين بالظبط، وهضيفه على الرز بلبن، بيديني قوام وطعم جميل قوي للرز. طبعا الكريم شانتيه طبعا كل المحلات بتضيفوا ليها، هو ده اللي بيديك الطعم المختلف، بتقولي الله الرز بلبن ده جميل قوي، طعمه مختلف غير بتاعنا، وهو ده السر بتاعه. وهضيف بقى السكر المناسب ليكي. هنا انا ضفت نص كوباية سكر، وهقلب كويس جدا عشان خاطر اشوف كمية مناسبة للسكر ولا لا. لازم اقلب فيه كويس كده عشان خاطر كل السكر يدوب معاه. حبيت ان انا ازود سكر تاني مفيش مشكلة. هنا انا هضيف باقي السكر معايا حوالي ربع كوباية تاني سكر، وهقلب كويس عشان يديني طعم الجميل للرز بلبن. كل ده لسه اللبن مغليش معايا.
هضيف كيسين فانيليا. حسيت انها خفيفة هضيف كمان كيسين. ما تقلقيش مش هتمرر ولا حاجة، لان طبعا الفانيليا بتاعت اليومين دول خفيفة يعني مش زي الاول، بس عشان تديني الطعم والريحة الجميلة للرز بلبن اللي احنا بنعمله. وهبدأ اقلب فيه كده طول ما انا واقفة، طبعا مش هسيبه لحد ما يغلي معايا زي ما حضراتكم شايفين. لازم اللبن يغلي مع الرز زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا مسوين الرز بتاعنا مش محتاج حاجة. انا سيبته يغلي شوية اللبن مع الرز عشان ياخد من طعم الرز، ياخد من طعم اللبن اللي احنا ضفناه، يبقى طعمه جميل. غلي شوية بسيطة معايا، وهبدأ بقى اطفي عليه وهصبه بقى في الاطباق بتاعتي الجميلة على طول كده وهو سخن. ما ينفعش طبعا اسيبه وارجع اغرفه في الاطباق، لا لازم في وقتها كده اغرفه في الاطباق او الفناجيل بتاعتي زي ما تحب يعني. وهتلاحظي ان كمية اللبن معايا كتيرة زيادة، هو ده اللي هيعمل لي الوش الجميل. والكريم شانتيه اللي احنا ضفناه برضو اللي هيعمل لي الوش الجميل المكرمش بتاع الرز بلبن اللي احنا بنشوفه بره. هنا هغرف كل الكمية، هيعمل كمية كبيرة جدا معايا، وألف هنا وشفا. زي ما انتوا شايفين عمل معايا كذا طبق من كوبايتين رز، وبألف هنا وشفا. طبعا هنسيبه يسقع شوية في التلاجة لحد ما يبرد، وبعد كده هوريكم. بصوا الوش بتاعه جميل ازاي، عامل وش جميل وطعم جميل، والقوام بتاعه كريمي ولذيذ قوي، وهيعجبكم ان شاء الله. بصوا حضراتكم لما بحاول ان انا اميل الطبق باين ان في وش زي القشطه او زي قوام المهلبيه كده معايا. حابه بقى تضيف عليه جوز الهند وزبيب براحتك، مكسرات برضو براحتك، الحاجه اللي تناسبك واللي انت بتحبيها. بس انا حبيت اوريكم الوش بتاعه بعد ما برد وهدي شويه في التلاجة، عمل الوش الجميل اللي احنا كلنا بنشوفه في المحلات. وهوريكم برضو القوام بتاعه جميل. هنا بصوا القوام بتاعه جميل جدا وكريمي جدا، وتحسوا ان هو غرقان في اللبن، مش ناشف ولا حاجة. هنا بوريكم القوام، بص جميل ازاي ومستوي وبألف هنا وشفا. احلى طبق رز بلبن ممكن تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ونفس طريقة المحلات واحسن كمان وانضف واضمن. وبألف هنا وشفا. واتمنى الحلقة تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم كده، وشكرا جدا ليكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت.